اول نسخة للسوبر المصري كانت سنة 2001 2002 وفاز بيها نادي الزمالك. نادي الزمالك يعتبر اول فريق فاز بالبطولة، ونادي الزمالك حقق البطولة دي 4 مرات، وكان الوصيف فيها 8 مرات. واخر مرة فاز الزمالك بالبطولة دي كانت في 2019 قصاد النادي الاهلي. ونروح للنادي الاهلي، يعتبر النادي الاهلي اكتر فريق تحقيقا للبطولة بواقع 15 بطولة، والاهلي كان الوصيف في البطولة دي 4 مرات بس. واول بطولة الاهلي يفوز بيها كانت في موسم 2002، واخر بطولة الاهلي حققها في السوبر كانت في موسم 2024 2025 قصاد الزمالك بركلات الترجيح. نبعد بقى عن قطبين الكرة المصرية ونروح للفرق التانية اللي حققت البطولة. واول فريق معانا هو المقاولين، اللي شارك في البطولة ددي مرتين، مرة كوصيف ومرة كبطل ليها. والمقاولين حقق البطولة في موسم 2004 على حساب نادي الزمالك بنتيجة 4-2. تاني فريق حقق البطولة كان حرس الحدود في 2009، وشارك في البطولة دي مرتين، كان فيها الوصيف مرة والبطل مرة. وفي 2009 لما حقق البطولة حققها على حساب الأهلي وفاز عليه بنتيجة 2-0. أما آخر نادي حقق البطولة بعيد عن القطبين كان طلائع الجيش في موسم 2020 لما حققها على حساب الأهلي بركلات الترجيح بعد ما تعادلوا 1-1 في الأشواط الإضافية. ويعتبر طلائع الجيش شارك مرة واحدة وهي اللي فاز بيها بالبطولة. ونيجي بقى للفرق اللي وصلت للنهائي ومحققتش البطولة. أول فريق معانا هو نادي إنبي، شارك في النهائي 3 مرات وما قدرش يكسب أي نهائي منهم. ونروح لتاني فريق هو نادي الإسماعيلي، اللي وصل للنهائي مرة واحدة وما قدرش برضه يحقق البطولة. والمصري نفس الكلام، وصل مرة واحدة للنهائي وما قدرش يحقق البطولة قصاد الأهلي. وغزل المحلة وصل برضه للنهائي مرة، ومودرن سبورت وصلت للنهائي مرة واحدة في موسم 2022-23 لما خسرت من الاهلي 4-2 والاهلي فاز بالبطوله. ونروح لنادي بيراميدز اللي شارك في البطوله 3 مرات ويعتبر دي المره الرابعه، وما قدرش في اي مره فيهم يفوز بالبطوله. اما اخر نادي معانا هو نادي سيراميكا، اللي شارك في البطوله مرتين ودي التالتة بالنسبه لسيراميكا، وما قدرش سيراميكا يوصل للنهائي في اي بطوله وخرج من دور نصف النهائي. اما يعتبر بقى هداف البطوله هو عبد الله السعيد ب3 اهداف. فتفتكر يا عالمي مين هو بطل النسخه دي؟ وهل الاهلي والزمالك هيوصلوا النهايه ولا لا؟ ولو وصلوا مين اللي هيفوز فيهم؟ وبس كده يا حبيب اخوك، الفيديو اللي جاي هنا خلص. اخبط اللايك والمتابعه وقدر اخوك وتعالى على اليوتيوب وصلي على النبي وسلام.